بشكل ممتاز. كرة لأربيل تنقل للأمام داخل منطقة الجزاء من دوغو، وهناك ركلة جزاء، ركلة جزاء ثانية لأربيل وثالثة في هذه المباراة. اياد خلف يرتكب خطأ وركلة جزاء لأربيل، ركلة جزاء ثالثة في هذا اللقاء. مباراة ركلات الجزاء أربيل ومندوغا يحصل على ركلة جزاء. مندوغا للمرة الثانية من خلال هذه المباراة يحصل على ركلة جزاء للمرة الثانية. مدافعي فريق نادي الصناعات الكهربائية إعاقة مندوغا، لاحظ هذه الإعادة وآيات خلف. السحب واضح وركلة جزاء واضحة وصريحة من حكم المباراة، ويعلن عن وجود ركلة جزاء لأربيل. ركلة جزاء ثالثة في هذه المباراة وثانية لأربيل. هذه المرة حسين عبد الواحد اللي كان من الممكن أن ينفذ الركلة الأولى، ركلة الجزاء اللي احتسبت لأربيل الأولى، لكن حيدر قرمان هو من فضل التسديد لركلة الجزاء الأولى. حسين عبد الواحد ممكن تغيير حسين عبد الواحد لتنفيذ ركلة الجزاء، وأيضا حيدر قرمان يحاول أن يأخذ الكرة من حسين عبد الواحد ويسدد هو بنفسه حيدر قرمان، لكن يترك الكرة لحسين عبد الواحد. اعتقد رادان اشار لحسين عبد الواحد، يتقدم ويسجل الثاني لأربيل. ثاني لأربيل. حسين عبد الواحد رغم وصول الحارس سجاد كاظم لكرة حسين عبد الواحد، لكن مرت إلى الشباك ليعلن فريق أربيل تقدم بهدفين مقابل هدف واحد للصناعات الكهربائية. إذا حسين عبد الواحد يسجل لأربيل ويعانق حيدر قرمان اللي كان ممكن يأثر على حسين عبد الواحد من خلال ركلة الجزاء الثانية، لكن هو حيدر قرمان تخلى عن هذه الركلة هذه المرة ويمنحها لحسين عبد الواحد اللي يضعها على يسار حارس المرمى سجاد